اتوفى من قريب الفنان طارق الأمير. اللي ليه كانت أدوار جميلة جدا وناس كتير جدا حبتها. وناس كتير متعرفش ان هو كان ليه اخوات فنانين وقرايب كمان فنانين. فده اللي انا حابه اتكلم معاكم النهارده فيه في الفيديو ده، ان هو اخته الفنانه لمياء الامير، واللي ليها ادوار كتيره، ناس كتير جدا بتحبها وادوارها حلوه. كانت زعلانه جدا ومنهاره، ظهرت في الجنازه منهاره جدا على اخوها، من كتر ما هي فعلا كانت متعلقه بيه جدا. آم، ودعته هي واهله من مسجد الرحمن الرحيم عقب صلاه الظهر. كانت فعلا لمياء من كتر حزنها عليه كانت مش قادره تقف على رجليها في الجنازه. واللي ما يعرف الناس ما تعرفش برضو اكتر ان الفنان سعيد عبد الغني يبقى خاله، وطبعا الفنان احمد سعيد عبد الغني هيبقى ابن خاله. فدي معلومه ما كانش حد او يعني مش كتير يعرفوها. وانا نفسي برضو عرفتها قريب. بصراحة أدواره أنا كنت باحبها، يمكن هو أدواره قليلة، بس كانت معلمة مع الناس، من أكتر الأدوار فعلًا اللي علمت مع الناس. دوره مع محمد سعد كان فعلًا دوره جميل جدًا في فيلم اللي بالي بالك. وطبعًا دوره اللي فعلًا ده بُص ما أعتقدش يعني أول ما الناس تيجي في دماغها كده أو تشوف صورة الممثل ده دايمًا الفيلم ده بييجي في دماغهم على طول، الفيلم بتاع أحمد حلمي بتاع عسل أسود. فعلًا كان دوره يعني واضح جدًا، وكان أحمد حلمي يعني هُم الاتنين بيرموا إفيهات على بعض. فلأ كان دور جميل. بصراحة هو باشوف إن هو فنان جميل، أنا ما أعرفش ليه هو يعني ما كانش يعني ما المنتجين ما ادوش فرصة إن هو يظهر موهبته أكتر. فلكن أنا شايفاه بصراحة هو حد يعني كان موهوب وشاطر، الله يرحمه. ربنا يغفر له ذنوبه. يمكن كمان من الحاجات الناس ما تعرفهاش إن هو قلبه اتوقف 3 مرات. يعني كان بيمر بأزمة صحية قاسية جدًا خلال الشهور الأخيرة قبل موته. لغاية درجة إن عضلة القلب نفسها أكتر من مرة تُقف، ودخل العناية المركزة وكان في حالة حرجة جدًا. وأخته قبل رحيله قالت إن هو اتوفى أو أصيب بعدوى داخل العناية المركزة نفسها. وكان دايمًا يعني في الفترة دي لمّا بعد العدوى اللي أُصاب بيها يعني كان بيعاني من تدهور، حالته الصحية بدأت تتدهور بشكل كبير جدًا. لدرجة إن هو دخل في غيبوبة كاملة وفقدان تام للوعي. وبعد كده اتوفى الفنان طارق العمري، ربنا يرحمه يا رب يغفر له ذنوبه. ويصبر أخته ويصبر أهله على فراقه إن شاء الله.